السلام عليكم يا أجدع ناس، معكم معتز ياسر من قناة موبايل برو بلس، القناة اللي بنقدم فيها كل جديد في عالم الموبايلات، مراجعات مقارنة بين الأجهزة، نصايح ترشيحات بأمان ومن غير فزلات. وقبل ما نبدأ أحب أقول إني بعتذر جدا لكل الناس اللي بعتوا لي أسئلة وتعليقات وما ردتش عليهم، بس بوعدكم الفترة الجاية هرد على كل الأسئلة والرسائل والتعليقات بإذن الله. ويلا بينا نبدأ بفيديو النهاردة الجديد، بس قبل أي حاجة انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل حاجة جديدة من الموبايلات. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. كنت بقلب قبل كده على اكسبريس ووقعت عيني على موبايل شدني بصراحة، قلت لازم اشاركه معاكم. الموبايل اللي هنتكلم عنه النهارده هو ريلمي بي 3 الترا، واللي بصراحة مقارنة بالسعر بتاعه يعتبر صفقة ممتازة جدا. نسخة ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام بحوالي 319 دولار تقريبا، يعني حوالي 15 ل 16 او 14 جنيه مصري. سيب لك اللينك تحت لو عاوز تشتري. اول حاجة نخش على التصميم. الموبايل جاي بتصميم بسيط وانيق، ما فيهوش تعقيد كتير، بس اللي يميزه فعلا هو اللون سبيس سيلفر. لون فعلا جامد كده بيدوهك في الضلمه كانك ماسك القمر في ايدك. وفي منه الوان تانية زي الرمادي والبامبي، بس السيلفر احلى حاجه. كمان الموبايل خفيف جدا ورفيع وسمكه بس حوالي 7.8 مللي، ووزنه 183 جرام، يعني سهل تمسكه وتستخدمه لفترات طويله من غير ما يرهقك. وبعد كده الشاشه. الموبايل هنا جاي بشاشه اموليد منحنيه بحجمها 6.78 انش بدقه 1.5 كي، وبتدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوح 1500 نت شمع، يعني حتى في الشمس هتشوف كل حاجه بوضوح. الشاشه كمان بتدعم الوان ال DCL B3 بنسبه 100%، وعلى شهاده تدعم البث بدقه فول اتش دي من نتفليكس. بعد كده الصوت هنا ستيريو من الاخر، بيوصل ل 81 دي سي، صوت عالي وواضح جدا، هتحس بفرق كبير في مشاهده الفيديوهات او الالعاب. وبعد كده الكاميرا الخلفيه هنا 50 ميجا بكسل، سنسور سوني IMX 896، وبيدعم معدل المثبت البصري OIS. والكاميرا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل. والمفاجأة هنا الموبايل بيصور فيديو 4K ب 60 فريم في الثانية، يعني الصور والفيديوهات بتطلع ممتازة جدا خصوصا في الإضاءات العالية. بعد كده الأداء هنا جايبه معالج ديميستي 8300 الترا، بيجي أكتر من 1.4 مليون نقطة على انترنت، يعني موبايل فئة متوسطة بس أداؤه زي الفلاج شيب تقريبا. مفيش تهنيج، مفيش حرارة، وبتلعب ببجي على 60 فريم بدون أي مشاكل. السوفت وير والذكاء الاصطناعي هنا واجهة الريلمي يو اي 6 كده مبنية على اندرويد 15، 3 سنين تحديثات أمان وسنتين تحديث نظام، بس بصراحة تقيل شوية. دعم مميزات الذكاء الاصطناعي، وفي مميزات حلوة بتشيل العناصر الغير مرغوبة فيها من الصور وتعبيرات الوجه. وتعالى بقى نروح على البطارية والشحن. البطارية هنا جاية ب 6000 ملي أمبير، تخيل الحجم ده في موبايل نحيف، وبيشحن بشحن 80 واط من 20% ل 100% في 41 دقيقة بس، يعني مهما لعبت واتفرجت مش هتفكر في الشحن. وده كان كل اللي عندنا النهارده عن ريلمي بي 3 الترا، موبايل بيركز على الأداء والتصميم والبطارية، بس لو انت من الناس اللي بتهتم بالكاميرا والبرمجيات بشكل احترافي ممكن تدور على بديل تاني في نفس السعر ده. وطبعا لو انت محتاج اكتب لي في الكومنتات. دلوقتي عايز اعرف رأيكم في الكومنتات، لو معاك 15000 او 16000 او 14000 على حسب الدولار عندك، تشتري الموبايل ده ولا تشوف حاجة تانية؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات وانا بوعدك ارد عليك باذن الله. متنساش تبقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، ولو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمت في رعاية الله وحفظه، ويلا السلام.